السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا المكان. هذا هو المكان اللي غادي تحول ليه جي تي ار إن شاء الله، حسب قول بعض المسؤولين. هذا هو المكان اللي غتحول ليه جي تي ار، وهذا وغادي يكون هنايا. غنشوفوا المشروع اللي كاين هنايا. تبارك الله، هاد البلاصة هادي شتو كيفاش دايرة. يا نعاودو هنايا كاين المسرح، راه هو كيبان. هذاك القصدير اللي كيبان بحال المرايا راه هو. هذاك لوطيل ديال رويال منصور. كاين كذلك في هاد الجهة هادي كاين قنطرة مولاي يوسف. كاين الأشغال هنايا. هذه آخر رتوشات ديال جي تي ار. كاين برج محمد السادس، ها هو. أنا كنتواجد في الجنبات ديالو، ولكن من الجهة ديال مدينة سلا. هنايا غيكون إن شاء الله الأشغال في بعض المكانات. هذا نتمنى والله هاد الشكل الطبيعي اللي كيبان لنا هذا. دار شي غويبه هنا، ودار شي جريده هنا، ودار شي منتزه، ولا دار شي مكان سياحي في هذه البلاصه هذه، يعطي واحد الجماليه لمدينه سلا ومدينه الرباط. هذا المكان هذا نتمنى الله يكون فيه شي مشروع ان شاء الله. اخواني، غير كلمه مشروع، ملي كنقولوا مشروع راه هي شي حاجه اللي يلاه غادا دار. حيت كاين بعض التعاليق اللي كيقول لك انت قلت لنا مشروع، انا ما شفت والو. راه ملي كنقولوا مشروع راه كنقولوا شي حاجه اللي هي لا غادا دار. اما ملي كان هذاك شي حاجه اللي كتنجز ما كتبقاش سميتها مشروع. يعني الا كانت بنايه راه كتسمى مؤسسه، كان وطيل راه وطيل، كان مسجد راه مسجد، كان جرده راه جرده، كان شي برج راه برج. يعني ما كيبقاش تسمى مشروع، يعني يعود يتسمى بالسميه ديالو. بحال مثلا هذا المكان هذا ما بقيناش نقولوا مشروع برج محمد السادس، لا، غنقولوا برج محمد السادس وكفى. يعني لان الاشغال تقريبا سالات فيه. كاين غير ديك الفينيسيون الدخلانيه هذيك ما كنحسبوهاش من الاشغال، لان ربما هذوك الناس اللي اقتناو هذاك الاماكن هذا كل واحد كيفيني بالطريقه ديالو. كل واحد بغى يبين المشروع المؤسسه ديالو كيفاش بغاها تكون. اذا تبارك الله عليكم، مرحبا بكم ان شاء الله مع المنجزات اللي غادي تكون في هذا المكان هذا، اللي هو غرب القنطره ديال مولاي يوسف. نقدر نقولوا ما بين القنطره ديال مولاي يوسف والمسرح الجديد، او نقدر نقولوا ما بين القنطره ديال مولاي يوسف والقنطره الحسنيه. وهناك عده مشاريع